اهلا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كتبدا تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الطريقه زوينه باش تقادوا البسبوسه. تقادوها في الدقيقه 90 دغيا كتوجد، تحطوها لضيافكم شي حاجه اللي راقيه وزوينه. غادي نبداو اول حاجه بالسيرو. كتاخذوا كاس العنبه كيهز 200 مليلتر، كاس العنبه ديال الماء، كاس العنبه ديال العصير ديال الليمون، وكديروا ما بين كاس حتى الكاس لاروب ديال السكر سنيده على حساب الحلاوه كيفاش بغيتوها. صافي كديروهم في واحد الكاسرونه، كتخليهم تيغلاو على نار تكون متوسطه. حركوا في الاول هذاك السكر باش يذوب، صافي وخليوهم حتى يغلاو، من بعد حطوهم على جنب. دابا يلاه باش نوجدوا العجينه ديال البسبوسه. كديروا 2 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونوش عاد جابدينهم من الثلاجه. كديروا واحد نص كاس ديال السكر، كتجي الحلاوه هي هذيك نص كاس عبار. كديروا كاس لاروب ديال الحليب، ما يكونش عامر بزاف، المهم كاس لاروب. وكديروا نص كاس ديال زيت نباتيه. تقدروا ديروا حتى واحد الحك ديال الفاني ديال دانوت الفانيلا بغيتو. هنايا ما درتش دانوت الفاني، درت غير واحد راس معلقه ديال نكهه الفاني. وكدير واحد القبيصه ديال الملحه، واحد القريصه ديال الملحه باش كتصحوا الذوق، ومعلقه من النكهه ديال البرتقال. كيفاش كندير ليها؟ كنهز هذوك القشور ديال الليمون اولا الحامض اللي عندي، كنيبسهم في الفران. هذيك القشره الفوقانيه ما كتوصلش للقشره البيضاء لتحت، غير الفوق. كتيبسهم في الفران، بعد كطحنوهم في طحانه اولا هشوار مزيان حتى كيوليو بحال الشكل هكا، كيوليو غبره. وكتزيدوهم، راه كيجيو واعرين. كتحطوهم في شي بواطه، وقت ما بغيتو تنكهوا بالحامض ولا البرتقال كتزيدوهم. صافي وكنخدموهم مزيان. انا خدمتهم بهذا الميكسور هذا ديال الضوء، اولا بشي طراب يدوي. خدموهم مزيان حتى يولي اللون ديالهم بيض. دابا غادي ندوزو النواشف. كديروا نص كاس ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس الخاص بالحلويات، وكديروا كاس العنبه ونص ديال السميده رقيقه هذيك باش كنخدموا الحرشه. وكديروا 2 ديال لي ساشي الخميرات الحلويات بيكين باودر بيكين باودر. كل خنيشه كتكون فيها تقريبا واحد 7 غرام. المهم في المجموع ديروا 14 حتى ل 15 غرام. صافي كنخلط هذوك المكونات مع بعضهم مزيان بواحد الفوي حتى كيندمجوا. وردوا بالكم راه السميده كتشرب، يعني في الاول غادي تبان لكم بالله راه جاريه، هي كتخليوها كترتاح، كتولي كتشرب داك الحليب وكتولي هكا كتعقد. دابا غادي ندوزو بالنسبه لهنايا المكسرات باش غادي نزين. خديت شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، الكاجو، الزبيب، الشوفان، هادو كلهم كتحمرهم باش كيجي المذاق ديالهم زوين. كديروا معاهم شويه ديال الدقيق وكتغربلوهم. راه فاش كديروهم فوق من مثلا الكيكه اولا البسبوسه بحال هكا كيبقاو شادين الفورمه ديالهم، ما كينزلوش لتحت. صافي حتى لي بيبي شوكولا الا بغيتي ديروهم من فوق مثلا المافنز، ما بغيتوهمش يهبطوا لتحت، دوزوهم في الدقيق. صافي دابا غادي تاخذوا هذوك ليمون. انا درتهم في هاد ليمون الصغار كيجي الشكل ديالهم زوين. كدهنوهم مزيان بالزبده باش ما يلصقوش، لانه لما كانش لا كاليتي ديالهم زوينه غادي يلصقوا. وكترشوا عليهم شويه ديال الكوك. عرفتوا الكوك كيجي المذاق ديالو واعر غزال. الكوك كيعطي مذاق زوين، ثانيا كيعطي واحد اللون زوين. غادي تشوفوا في التالي ديال الفيديو كيفاش غادي يخرجوا. صافي كنعمرهم. بالنسبه لهاد الاولين هادو درت فيهم غير 2 المغارف ديال العجينه. جاوني ما طالعينش بزاف، يعني كيجيو شويه يعني كيجيو طبقه رقيقه. يجيوكم هما هادوك قياس زوين. كديروا 2 المغارف عامرين مزيان ونص هكا باش يجيكم بحال هكا عامرين وراقيين. صافي وكديروا دوك المكسرات من الفوق وكتدخلوهم للفران. كتطيبوا من التحت، من بعد كتهبطوهم يتحمروا من الفوق. كي كتخرجوا هما باقيين سخان كتسقيوهم مزيان بهذاك السيرو اللي وجدنا في الاول. ماشي مشكل السيرو الا كان بارد، غير هو ضروري واحد فيهم يكون سخون، يا اما السيرو يكون سخون او لا البسبوسه تكون سخونه باش يجيو مشربين مزيان هذاك السيرو. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو، راه واحد اللون فيهم راه غزال، واحد اللون واعر. والمذاق ديالهم ما نعاودش لكم، جربوهم وردوا عليا. ولكن هذوك المكسرات حاولوا تحمروهم باش يجيكم المذاق ديالهم زوين. صافي حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا كتستافدوا من هاد الوصفات اللي كنعطيكم، ويكون هذا المحتوى كيفيدكم. نشوفكم فيديو جاي ووصفه جديده. السلام عليكم.